في بعض الحاجات كده ما ينفعش تقولها لمديرك، ما ينفعش تقول له انت فاشل، ما ينفعش تقول له انت شخص ما بيفهمش، ما ينفعش تقول له مش هعمل حاجه وهو يكون مكلفك بيها. وعلشان كده في الفيديو ده هقول لك على 8 حاجات، مش هقول لك ما تقولهاش لمديرك، ولكن هقول لك على الطريقه الصح اللي تقدر توصل بيها المعنى اللي انت عايزه، ولكن في نفس الوقت تزود ثقه مديرك فيك وفي شغلك. ازيكم يا جماعه؟ مبدئيا خلينا نتفق ان بيئه العمل بتختلف من مكان للتاني. في بيئه عمل سليمه فيها امان واستقرار ونمو وظيفي، ودي بيئه العمل اللي هينطبق عليها الكلام اللي انا هقوله في الفيديو ده. وفي بيئه عمل تانية غير سليمه ما بتقدرش المجهود اللي انت بتبذله فيها، وقايمه كلها على النفاق والاساليب الغير شريفه، ودي لا ينطبق عليها تماما الكلام اللي انا هقوله النهارده. بالعكس، انت لو عملت فيها الكلام اللي انا هقوله النهارده ممكن تستغل وتستنفذ بدون مقابل. ولكن خلينا متفقين ان ربنا مش بيضيع تعب ومجهود حد، حتى لو المجهود ده ما كانش في المكان المناسب. ومش شرط تاخد مقابل مجهودك في نفس المكان اللي انت بذلت فيه المجهود، ممكن ربنا يعوضك في اي مكان تاني، وممكن كمان يكون بدون علمك. في النهايه طبعا ليك حريه ان انت تعمل الحاجه اللي تريحك، ولكن واجب عليا التنبيه ببيئه العمل اللي تتناسب مع الحاجات اللي انا هقولها في الفيديو ده، علشان الناتج من الحاجات اللي انا هقولها في الفيديو ده بتختلف من بيئه عمل للتانيه. واول الحاجات دي وهي ان انت ما تقولش ان الحاجه دي مش من مهامي او مش من اختصاصاتي الوظيفيه. خلينا متفقين ان مفيش وصف وظيفي ثابت، وبرضه خلينا نقول ان المدير ممكن يكون عارف ان الحاجه اللي هو بيكلفك بيها دي مش من اختصاصك الوظيفي، ولكن هو ثقته فيك كبيره، او هو عارف كويس جدا ان انت تقدر تعمل الحاجه دي. والموضوع طبعا بيختلف لو المدير بيطلب منك الحاجه دي باستمرار، او لو كان بيطلبها مثلا مره او مرتين، بحيث ان هو لو اول مره يطلب منك الحاجه دي ممكن في وقتها ما تقولش ان الحاجه دي مش من مهامك او مش من ضمن اختصاصاتك الوظيفيه وتعمل الحاجه دي من سكات. انما لو كان طلب مثلا الحاجه دي قبل كده وبيطلبها للمره الثانيه او للمره الثالثه، ممكن في الوقت ده بطريقه مرنه وبطريقه مقبوله، وبعد ما تكون خلصت المهمه او الحاجه اللي هو طلبها منك دي، ممكن تبدا توضح له ان الحاجه دي مثلا خدت منك مجهود كبير علشان الحاجه دي مثلا ما كانتش من ضمن مهامك او ما كانتش من ضمن اختصاصاتك الوظيفيه. تاني الحاجات دي وهي ان انت تقول له ان انت غلط، حتى لو الشخص اللي قدامك غلط، حتى لو الشخص اللي قدامك مخطئ في الحاجه اللي هو بيعملها. مش من الاحترافيه ابدا ان انت تقول كده لاي حد، مش شرط المدير بس في الشغل. احنا كطبيعه البشر مش بنحب حد يقول لنا ان انت غلط، فبالتالي ممكن توضح الموضوع بطريقه تكون احسن من كده. مثلا نوضح الموضوع بمثال بسيط، نقول ان انا مثلا مديرك في الشغل وطلبت من حضرتك ان انت تنقل مثلا المايك ده من مكانه هنا وتوديه للمكان ده. فبدل ما حضرتك تضطر ان انت تقول لي ان انا هكون مخطئ في القرار ده او ان انا هكون غلط، ممكن حضرتك توضح لي الموضوع بحاجه احسن من كده، وتقول لي ماشي مفيش مشكله ننقل المايك، ولكن ده هيأثر مثلا على جوده او مستوى الصوت. فبالتالي انا في الوقت ده هعرف اني القرار بتاعي هيبقى غلط او ان انا هكون مخطئ في القرار ده، ومن غير ما حضرتك تضطر ان انت تقول لي ان انا هكون غلط في القرار اللي انا هاخده ده. الحاجه الثالثه اللي ما ينفعش تقولها لمديرك وهي ما اعرفش. خلينا متفقين ان كلمه ما اعرفش دي بتقفل اي كلام، حتى لو انت كنت ما تعرفش فعلا الحاجه اللي بتطلب منك، ولكن كونك قلت ما اعرفش مباشره ممكن توصل للشخص اللي قدامك ان انت تعرف تعمل الحاجه دي ولكن مش عاوز تعملها او مش حابب ان انت تعملها. فانت من خلال خبرتك ومن خلال المعلومات اللي عندك ومن خلال استشارتك لزمايلك ممكن تحاول في اي حاجه بتطلب منك، وقتها ممكن تستبدل كلمه ما اعرفش بحاول، او ان انا اول مره اعمل الحاجه دي ولكن هحاول ان انا اعملها احسن حاجه، او ان انا ما عنديش خبره كافيه في الحاجه دي ولكن هحاول ان انا اطلع احسن حاجه عندي. اي حاجه تقولها توصل فكره ان انت مش احسن حاجه في الحاجه اللي انت هتعملها دي، ولكن في نفس الوقت ما تكونش كلمه ما اعرفش. الحاجه الرابعه اللي ما ينفعش تتقال لمديرك وهي ان انا ما اقدرش اشتغل مع فلان او علان. خلينا متفقين ان ما ينفعش تتكلم بشكل سيء عن زميل ليك وخصوصا مع مديرك، لان فكره ان انت مش حابب او مش عاوز ان انت تشتغل مع فلان ده معناه حاجه من الاثنين: اما فلان ده شغله مش كويس، او ان فلان ده اصلا ما بيشتغلش، او ان في ما بينكم مشكله. ووقتها المدير هيكون حابب ان هو يحل المشكله وهيضطر ان هو يسمع منك ويجيب الشخص التاني ويسمع منه، وقصه كبيره. ولكن الافضل من كل ده لو الشخص ده في ما بينك وما بينه مشكله، او لو الشخص ده ممكن مثلا يكون بيبوظ الشغل، او ان هو شغله مش كويس او اقل كفاءه منك، نفترض ايا كان اي حاجه، ولكن نقول ان الافضل ان انت تحاول بقدر الامكان ان انت تقسم الشغل ما بينك وما بينه، وتحاول توضح التقسيمه دي للمدير، بحيث ان بعد ما ينتهي ميعاد التسليم او بعد ما ينتهي الميعاد بتاع الشغل المدير يكون واضح
بالنسبه له الشغل اللي انت ضيعت فيه مجهودك وضيعت فيه وقتك وبذلت فيه اقصى حاجه عندك، وبرضه يكون واضح للمدير الجزء بتاع الشخص التاني سواء كان بقى اشتغل او ما اشتغلش ايا كان. المهم ان انت تحاول بقدر الامكان تحافظ على كفاءتك في شغلك وتحاول تحافظ على مجهودك اللي انت ضيعته في الجزء التاني، وما تديش اي شخص او اي سبب تاني ان هو يضطر ان هو يبوظ شغلك او يسوء صورتك بالنسبه للمدير بتاعك. الحاجه الخامسه وهي ان انت تقول ان ده مش خطأي ولكن خطأ فلان، او ان مش انا السبب في المشكله دي وفلان هو السبب. برضو استكمالا للكلام اللي لسه قايلينه من شويه، تحاول ان انت تبرر موقفك وتوضح ان انت مش السبب في المشكله اللي حصلت دي، ولكن من غير ما تجيب اللوم والسبب والمشكله على اي حد تاني. الحاجه رقم 6 اللي ما ينفعش تقولها لمديرك وهي ان انت تقول له ما عملناش كده مع المدير اللي قبلك، او مع المدير اللي قبلك مثلا كنا بنعملها بالطريقه الفلانيه. حاول دايما ما تدخلش مديرك الحالي في مقارنه مع مديرك السابق او مع اي ناس تانية. الحاجه رقم 7 وهي ان انت تقول له هحاول بس كده، تسيب له بقى القوس مفتوح. دايما المديرين بيحبوا ان هم يرتبطوا بمواعيد تسليم، فكلمه هحاول بس من غير ما تربطها له بميعاد او من غير ما تقول له مثلا هرد عليك في الميعاد الفلاني، دي تعتبر مشكله كبيره. احنا قلنا طبعا ان ما ينفعش تقول له لا، او ما ينفعش ان انت تقول له ما اعرفش، وقلنا ان احنا نستبدل الكلام ده بكلمه هحاول، او ان انا هبذل قصارى جهدي في الموضوع ده، ولكن في نفس الوقت هحاول اقول له ان انا هرد مثلا عليك في الميعاد الفلاني. المهم ان انت تدي له ميعاد وما تسيبلوش الموضوع مفتوح كده، علشان ده هيدي انطباع للمدير بتاعك لما تدي له ميعاد ان انت مثلا مهتم بجوده شغلك او ان انت مهتم بالحاجه اللي بتطلب منك. الحاجه الاخيره واللي ما ينفعش تقولها هو ان انت تقول لا. يمكن انا خليت جزئيه لا دي لاخر الفيديو علشان حابب ان انا اتكلم فيها شويه. قبل ما اصور الفيديو ده قابلتني فيديوهات كتير من نوعيه ان انت تعود تقول لا للمدير بتاعك، حاول ان انت تعارض المدير بتاعك علشان ما تدخلش نفسك في احتراق وظيفي وضغوط عمل وخلافه. ولكن انا مختلف مع الناس دي في جزئيه، طبعا هم صح في جزئيه معينه، ولكن انا بختلف معاهم في جزئيه ان هم ما وضحوش امتى الشخص ده يعارض ويقول لا، ايه هي بيئه العمل او مين هو المدير اللي يتعارض او ان هو يتقال له لا علشان ما تدخلش نفسك في احتراق وظيفي او ضغوط عمل، او ان انت تحمي نفسك من ان انت تشيل اعباء او الحاجات بتاعه زمايلك. انما في بيئه العمل السليمه زي ما قلنا في بدايه الفيديو، واللي المدير فيها بيحافظ على الناس اللي تحته وبيعامل الكل بدون تفرقه، ودايما بيكون في مكافاه للحاجه اللي هم بيعملوها سواء كانت المكافاه دي ماديه او معنويه او من خلال الترقيه، ومش بيميز ما بين شخص والتاني. طبعا بيئه العمل دي لو قلت فيها لا انت كده هتبقى بتضر نفسك وشغلك، ولكن في نفس الوقت ما تقولش على حاجه انت مش عارف تعملها وفي الاخر ما تعملهاش كويس وتتجازى. حاول بقدر الامكان تشوف الرد المناسب على المدير بتاعك، ولكن يكون في حدود امكانياتك وقدراتك من خلال كل الكلام اللي احنا قلناه في فيديو النهارده. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد.